أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الكرام في هذا الفيديو التوضيحي حول آخر مستجدات انتقال اللاعب المغربي سفيان مرابط. رسميا انتقال اللاعب المغربي سفيان مرابط إلى أتلتيكو مدريد. تابعونا لكي تتعرفوا على أدق التفاصيل. كشفت تقارير صحفية إسبانية صادرة صباح يوم الخميس عن موقف أتلتيكو مدريد الإسباني من التعاقد مع الدولي المغربي سفيان مرابط لاعب خط وسط فيورنتينا الإيطالي. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يريد تعزيز صفوفه بمجموعة من اللاعبين المميزين استعدادا للموسم الجديد 2023 و24، وفي مقدمتهم النجم المغربي سفيان مرابط الذي ينشط في صفوف فيرونتينا، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي مع النادي الإيطالي صيف عام 2024. وكان جو باروني الرئيس التنفيذي لفريق فيورنتينا قد صرح بقوله: يمكنني أن أؤكد أن سفيان مرابط ونيكو غونزاليس ليس معرضين للبيع، وأن النادي سيحتفظ بهما، وذلك بعد الأنباء عن رغبة أتلتيكو مدريد بالتعاقد معه. ماجيك. وبهذا نكون قد وصلنا إلى النهاية. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا، والسلام عليكم.